تقريبا احنا اخر 2 في مصر بنعمل بودكاست. بس الحقيقة ده اول بودكاست نعمله احنا الاتنين، واول بودكاست يتكلم عن الطبيعي مش الاستثناء. ولاننا كوتشز فاحنا مهتمين اكتر بالجمال الحقيقي والبساطة اللي جوه الانسان وسط الدوشة الكتير اللي حوالينا في كل مكان. عشان كده قعدتنا هنديكوا فيها شوية روقان. ولان مش كل القعدات اللي بنقعدها مع غيرنا بتبقى شبه بعض. في قعده بنتفق عليها، وقعده بتيجي صدفه، وقعده بنكون مغصوبين عليها، وقعده بتكون بمزاجنا. لكن احلى قعده هي القعده اللي بنكون حابينها ونقول وادي قعده. قعدتنا النهاردة بنتكلم فيها عن العلاقات، والحقيقة احنا مش قاصدين هنا العلاقات العاطفية او العلاقة بين الراجل والست، قد ما احنا بنتكلم بصفة عامة عن العلاقات الإنسانية. لأنه احنا يا منال عايشين في دايرة علاقات كلها. احنا أصلا مخلوقين الإنسان كائن اجتماعي، وبنتواصل مع كل البشر اللي حوالينا. كل تواصل موجود هو عبارة عن علاقة. فهي دي فكرة العلاقات الإنسانية اللي احنا جايين النهاردة نتكلم عليها. وأول ما نبدأ نتكلم في موضوع العلاقات بقى، عايز أعرف منك كده من وجهة نظرك إيه أفضل طبيعة للعلاقات، أنواع العلاقات اللي ممكن تبقى موجودة. بصي يا وسام، هو احنا لو قسمنا كده العلاقات هتلاقي فيه علاقات قريبه قوي بتبقى ما نقدرش نستغنى عنها، هي في محيطنا ومتكرره وموجوده كتير. ما فيهاش مسافات وما فيهاش بعد. وفي علاقات وسط، وفي علاقات طبعا بتبقى بعيدة بس ضرورية عشان استمرار الحياة والدنيا. أوكي. الغريب بقى وعلى غير متوقع ان العلاقات الأقرب هي أكتر علاقات ممكن تبقى سبب في الأذى لينا، وأكتر علاقات ممكن نشتكي منها ونتعالج من أثرها كمان. مم. لأنه دايما بيكون عندنا توقعات وحاجات كتير قوي في بالنا نتيجة العلاقة القريبة دي قوي. انا مستني منك حاجة، فشايف ان انت هتقدم لي حاجات كتير. مم. ما توقعش منك ابدا تعمل فيا كده. أوكي. ف انا بشوف من وجهة نظري انه افضل علاقة هي العلاقة السهلة، الوسط، اللي هي ما تكونش قريبة قوي لدرجة انه ممكن فعلا اي شرخ فيها يأذيني، مم. ولا تكون بعيدة قوي اللي هو انا مش قادر، انا بتجنبها على قدر المستطاع عشان خاطر تبقى على مسافة مني. طيب برأيي كده وسام، بنسمع كتير قوي عن مقومات العلاقة الناجحة يعني دايما كلمة علاقة بتبقى وراها كده كلمة مم. نجاح او نجاح العلاقة او كده. تفتكر يعني ايه علاقة ناجحة؟ طب بص يا منال، يعني خلينا نقول ممكن لو أي حد اتسأل السؤال ده، وطبيعي كل الناس كل واحد هيبقى بيجاوب من منظوره هو أو من وجهة نظره هو، وشكل وسمات وصفات العلاقة الناجحة اللي بالنسبة له هي كده ده شكلها انها علاقة ناجحة. تمام. فدي نقطة أولية كده خلينا نتفق عليها، لأن احنا عايزين دايما في حلقاتنا وفي قعداتنا ببساطة شديدة جدا نوصل حاجات تبقى حلوة للناس وكمان تبقى فيها روقان. خلينا بقى نتكلم في حاجة بسيطة جدا ومفيدة قوي لو الناس تبنت الفكرة دي في مفهوم العلاقة الناجحة. مم. العلاقة الناجحة اللي هي تبقى وين وين سيتويشن، فكرة ان الطرفين مستفيدين من هذه العلاقة ايا كان نوع الاستفادة دي. يعني احنا لو بنتكلم على في علاقة بين اي طرفين مهما كان المجال والسياق بتاع العلاقة دي، الطرفين هنا لو طالعين مستفيدين من هذه العلاقة مم. وكل طرف بيفيد التاني، والاستفادة دي متساوية متناسبة، حتى لو مش لازم 50-50، مم. لو 60-40 55-45 مم. ده كده برضو مقبول. فلو العلاقة دي سماتها أو دي صفات العلاقة دي إن الطرفين مستفيدين، هنا بتبقى دي علاقة ناجحة. وعلى أقل تقدير إنها تبقى علاقة هادية، يعني ما فيهاش الله يا أذية. وسام، حلوة قوي. علاقة هادية، مم. محدش فيهم بيأذي التاني. ده أبسط الأمور. يعني أنا لو مش لاقي استفادة مم. والطرف اللي معايا مش مستفيد مني وأنا مش مستفيد منه، تبقى العلاقة هادية، علاقة كده ما فيهاش أذى. وانت بتقول اذى كده، اللي هو اذى دي اصلها كلمه واسعه قوي، يعني فعلا واحد ممكن يأذي اللي قدامه بحاجات كتير وبطرق كتير.
انا بس لو يعني شويه اهمال خفاف كده يأذوا، شويه ضغط يأذوا، شويه يعني فعلا في حاجات كتير قوي. هايل. طيب انا في مقوله عجبتني قوي يا وسام، مرتبطه بموضوع العلاقه الناجحه دي. دايما لما بندخل في علاقات بيبقى فيه جانب شعوري كده مؤثر او فارق معانا قوي. فالمقولة دي بتقول ايه بقى؟ بتقول ما تبصش او ما تركز على انه الشخص ده مشاعرك تجاهه ايه، او انت شايفه ازاي. قد ايه بنشوف ناس جامدين جدا كويسين جدا فيهم صفات حلوة قوي، ما تركزش بقى ساعتها على شعورك انت تجاهه، ركز قوي على الشعور اللي هو بيسيبه عندك، او الاحساس اوكي. اللي بيعكسه عليك. اوكي. النقطة دي مهمة جدا. يعني لو مم. حد هو كويس وكل حاجة، بس هو بيديك إحساس أو شعور بالوحدة أو بعدم الثقة، أو إن أنت مش كفاية أو اهرب. يعني اجري. اهرب. اهرب يا مليجي. اه. لأنه ده معناه إنه دي مش علاقة، يعني بدايتها أصلا مش علاقة سوية، أو مش علاقة ينفع تكمل. بالمناسبة دي تفتكر النضج مهم أوي في العلاقات؟ اوبا. النضج. حلوة التعبير ده. خليني كده اقول لك انه حتى لما نبص كده على موضوع العلاقات تلاقي ان العلاقات بتزداد قوة او بيبقى ليها تواصل قوي جدا وفي تماسك في العلاقات بين الاطراف مع تقدم السن. يعني تلاقي الاطفال الصغيرة العلاقات ما بتستمرش، بتبقاش قوية، بعد كده ممكن تبقى اقوى شوية وهكذا. فاذا هنا فكرة التقدم السن دي بتدي خبرات اكتر، بيكون الانسان عدى بتجارب اكتر، بيكون عدى بدروس مستفادة اكتر، اتعلم اكتر، فكل ده بيعمل له نضج، مم. بيعمل له وعي. وهنا قصة النضج او الوعي انا حابب يعني الخصها في 3 اسئلة لاي حد موجود جوه علاقة، انه يسأل نفسه هو ليه موجود في العلاقة دي، وعايز ايه من العلاقة دي، وازاي يوصل للي هو عايزه في العلاقة دي. يعني ليه، وليه موجود في العلاقة دي مم. اصلا. ودي نقطة مهمة جدا هتعمل له حلوة وضوح قوي يا وسام. شديد جدا. مم. وايه الهدف من العلاقة دي اصلا بعد ما هو عرف هو داخلها ليه، وبعدين ازاي بقى يتواصل في العلاقة دي وتبقى العلاقة دي كويسة. هنا يا منال لو قدر كل حد انه يجاوب لنفسه على علاقة، على فكرة اي علاقة يعني ايا كان طبيعة العلاقة، علاقة زمالة في شغل زي ما قلنا في الاول، احنا بنتكلم عن العلاقات بصفة عامة، صح. ايا كانت طبيعة العلاقة دي هتلاقي الموضوع ده هيفرق ده كتير كده جدا. ميني كوتشنج كده، على السريع كده على خفيف كده. حلو قوي. والنضج بقى هنا بالاجابات على الاسئله دي هتلاقي في تقبل بقى، يعني يعمل هنا النضج، يعمل ما يبقاش في ضغط على الطرف الاخر، مم. يبقى في قبول للطرف الاخر، في تفهم للطرف الاخر، بيبقى في تقدير للطرف الاخر، يعني بيبقى في احترام. النضج بيعمل حاجات كتيره جدا لو انا قدرت ان انا استوعب ويبقى عندي وعي بالحاجات ال3 اسئله او باجابات ال3 اسئله اللي احنا قلناهم دلوقتي. ده هيختلف كتير جدا في طبيعه العلاقه. حلو قوي. وهنا آه، في العلاقات بقى بالذات وموضوع النضج، في نقطة انت اتكلمت عليها في الأول، حابب نفسرها شوية أكتر عن دور التوقعات في اه العلاقات. دور التوقعات في العلاقات دي ممكن يوصل العلاقة لفين يا منال؟ بص يا وسام، بحس كده وبصراحة يعني كتير جدا بقولها في ال في التريننج للناس، انه خفضوا توقعاتكم شوية، وشوية دي كتير، يعني لو تكاد تكون منعدمة يبقى أحسن. مم. لأنه اتثبت انه من اسباب راحه البال والسلام النفسي اللي الواحد بيسعى له انه يكون عندك ما فيش توقعات تقريبا. دايما الكلمه دي لما بقولها بيبقى فيه اراء مضاده كتير قوي، واللي هو ازاي يعني، وازاي ما تعشمش في فلان، وازاي ما يبقاش اقرب الناس اللي هي متوقعه منهم ان هم يبقوا جنبي و هي المشكله كلها في انه الشخص بيتعامل على انه نفسه، يعني بيتعامل مع نفسه، فبيتوقع ان اللي قدامي في الموقف الفلاني هيتصرف زيي بالظبط. اه. واستنى منه يتصرف زيي، ولما ما يتصرفش زيي اتصدم واحبط واتضايق واشيل منه. ممكن كمان احس انه لا، ده مش حد يستحقني. مم. في حين ان انا لو رجعت توقعاتي ورا شويه ونزلتها خالص
ساعتها هيبقى ما عنديش expectations، انا ما عنديش توقعات. انت هتعمل حاجه معايا كويسه في موقف معين، هابريشيت ده جدا، هقدر ده جدا، هبقى حاسه بيه قوي لاني ما كانش عندي توقع في الاول. ولو ما عملتش معايا حاجه كنت يعني كان المفروض تعملها مثلا، او كان ممكن تعملها، شايفه معايا ان ما كانش عندي توقعات سابقه، مش هتاثر فيا قوي. حتى اوكي. لو انا لاحظت انك ايه ده، هو ما عملش ده، ما وقفش جنبي، ما اه حتى لو لاحظت ده مش هيبقى بنفس الوجع قوي لو كان عندي توقعات. فهنا بشوف انه كل ما قللت توقعاتك في اي علاقه، حقيقي انت اللي كسبان. مم. وده مش معناه ابدا ان علاقاتي كلها تبقى مهمشه خالص، دي نقطه ودي نقطه. علاقاتي تبقى في علاقات قويه فعلا، بس كمان بتبقى بتزيد حلاوتها لما اكون انا ما عنديش توقعات، صح فاتفاجئ بقى واحس فعلا صح انه الشخص اللي قدامي ده صح. مقدرني جدا. على كلامك ده جات لي حاجه كده، تعريف من تعريفات الشعور يا منال، واحنا بنعرف الشعور اه بيقول لك هو الفرق بين التوقعات والواقع. صحيح. الشعور فرق بين التوقعات والواقع. فانا لو عندي توقع انا رايح اقابل حد مثلا، وعندي توقع ان الشخص ده هيستقبلني بحفاوه وهيستقبلني، فانا عندي توقع هنا، امم ورحت لقيت الشخص ده لا يبالي اي شيء وما خدش باله مني اصلا وما سلمش عليا يمكن. بص هنا اه هيحصل لي ايه؟ الشعور اللي هيبقى عندي هيبقى شعور على حسب بقى، هبقى متضايق، هبقى غضبان، هبقى حزين، في شعور هنا هيطلع. امم الشعور ده طلع. عشان في فرق ما برافو بين عليك. التوقع وما بين كان في الواقع. فرق بين التوقع حلو قوي. والواقع. فده هيعمل كده في العلاقات. صحيح. العلاقات مبنية على التعاطف وعلى المشاعر والحاجات دي. فعلى كلامك فعلا امم ان التوقعات مهمة قوي ان انا اخد بالي منها في العلاقات. حلو قوي يا وسام. بحس ساعات ان احنا بنتحط في اختيارات طول الوقت، يعني الحياة مش بتسيبنا كده مكملين فترات طويلة من غير ما يبقى فيه. لا، انت اختار هنا الوقت ده، انت لازم تاخد قرار. امتى بتاخد قرار انه شخص يكون في دايرة قريبة منك او هو قريب منك، وتاخد قرار انه لا، لازم يكون بعيد، لازم ابعده. اوكي. والنقطة دي هنا برضو فيها كده ايه تركية، يعني هل انت فعلا اللي بتاخد القرار ده اصلا، برافو. ولا انت بتسيبها بقى اللي قدامك هو والله عايز يبعد يبعد، عايز يقرب يقرب، ما تبقاش دايما انت صاحب القرار. حلو. حلو قوي. طيب خليني اقول يعني حتى الكلام ده هقوله دلوقتي، او اي حاجه هي مش قانون. لا مش قانون، يعني احنا وكل اللي مش بنقوله برافو هو عليك. يعني مجرد ممكن جدا يعني الناس كمان اللي هتسمعنا عايزانهم يشاركونا. لا انتوا يا جماعه احنا شايفه انه كذا. صح برافو في عليك. كل سؤال صح من الاسئله دي برافو انا عليك. شايفه ان احنا محتاجين ان الناس تتفاعل معانا، ودايما احنا اوبن انه يكون في بوينت اوف فيو او نقطه صح. او وجهه نظر مش مطروحه، ما كانتش جايه على بالي وانا ايوه بتكلم برافو دلوقتي، او عليك. ما كانتش على بالي واحنا بنتناقش. لان احنا ودي ميزه الدiscussion دي. بنتكلم دايما من واقع منظورنا احنا بس- وقناعاتنا اللي مبنيه على اي حاجات بقى جوانا، خبرات ودراسه صحيح وحاجات كتير. صحيح في الاول وفي الاخر ما نملكش كل الحقيقه وما نملكش كل العلم وحاجات شبه كده. صحيح. فبالنسبه للقرار البعد، هو عموما حياتنا كلها برضو مبنيه على قرارات. يعني حتى دخول العلاقه قرار والخروج من العلاقه قرار. مم. فهنا انا قناعتي في كذا حاجه بقى. يعني احنا العلاقه على حسب طبيعه العلاقه ونوع العلاقه، وزي الانواع اللي انت اتكلمتي فيها، العلاقه القريبه، العلاقه اللي مم. بالوسط، الدايره البعيده، الكلام ده كله. اكيد التصرف للشخص هيختلف تصرفه وهو بياخد القرار ده. ده كمان مش بس هو بياخد القرار، هو قبل ما ياخد القرار. يعني هتلاقي آه. في مثلا لو علاقة قريبة قوي بياخد وقت طويل عقبال ما ياخد القرار ده. لو علاقة تانية ممكن وسط عادي هياخد وقت. علاقة عابرة مثلا القرار هيبقى بسرعة انه يبعد. فمهم ان احنا نميز بقى بين طبيعة العلاقات هنا اهو مم. في النقطة اللي انت اتكلمتي فيها في الاول، والدوائر لو قسمناهم 3 دوائر. هنا لما انا هقدر اميز ده، هقدر اشوف قراري وانا باخده في البعد عن العلاقة دي هيبقى عامل ازاي وهاخده عامل ازاي. وبالتالي هنا بتبقى في نقطة في العلاقات بقى القريبة قوي، لان هو ده اللي دايما بيبقى فيه صعوبة على الناس انها تاخد القرار ده، رغم ممكن تكون اللي بتتعرض له. اللي بيحصل هنا انا في حاجة دايما بسميها الرصيد. زي مم. كأنك حاطة عندك محفظة في البنك وبتحط فيها رصيد. مم. العلاقة بين طرفين هي قايمة على المحفظة دي. صحيح. احنا الاتنين من خلال علاقتنا ببعض ومن خلال تعاملنا دايما مع بعض والمشاعر اللي بنديها لبعض والحاجات اللي بنفيد بيها بعض وحاجات كتيرة جدا،
بنحط رصيد عند بعض. انا بحط رصيد في المحفظه دي وانت بتحطي رصيد في المحفظه دي، صحيح. وطبيعي نبقى عندنا وعي ان احنا ممكن، احنا بشر، فانا ممكن اغلط، ممكن ازعلك، ممكن يحصل مني حاجه. هنا شويه ده بيسحب من الرصيد، عارفه كأنك سحبتي من الرصيد، جبتي اشتريتي حاجه. ايوه. فهنا الايداع والسحب ده مهم يبقى دايما. طول ما الايداع كتير في الرصيد ده والسحب قليل، الرصيد بيفضل موجود. حافظ على قيمته. برافو عليكي، محافظ على قيمته، وكمان بيسيب جوانا امتنان للعلاقه دي، لان هنا في رصيد كبير عندي وعندك. مم. فوجود الرصيد ده، او ان انا افكر من وجهه نظر الرصيد، اعتقد انها هتفرق كتير قوي وانا باخد قرار البعد. مم. لان على حسب الرصيد ممكن اتكلم مع الطرف التاني. مم. يعني ممكن اقول له انا دلوقتي العلاقه دلوقتي بقت بالنسبه لي مرهقه، او شايف كذا، او ايا كان، فيبقى في حوار، والحوار ده هيسمح بيه الرصيد. صح. فاهمه قصدي؟ صح. فهنا هيبقى القرار ساعتها بقى، لو انت بتقولي مين اللي ياخد القرار والقرار ياخدوه ازاي، ممكن يبقى من الاتنين. مم. يعني ممكن الطرف التاني ده المراجعه اللي انا عملتها دي يحسن من نفسه بتاع، فما ناخدش قرار البعد وناخد تاني ان احنا ندي لنفسنا فرصه. مم. وممكن الاتنين يتفقوا، فيبقى هنا القرار طالع من الاتنين. ومهم في الحالات اللي زي دي ان القرار يبقى طالع من الاتنين، لان العلاقه قويه وفي رصيد قوي. فما ينفعش انا في علاقه زي دي او مع نفسي كده مم. خالع وسايب اللي قدامي من غير ما يفهم حاجه او من غير ما اقول له حاجه. ولكن علاقات عابره بقى، او الدوائر التانية، لو لقيتها كده ومفيش رصيد اصلا لسه، او الرصيد بيتكون، ممكن اخد انا القرار لوحدي، لان مفيش رصيد. الرصيد ده مش هيخلي حتى الطرف التاني ممكن يزعل. مم. فاهمه قصدي؟ فاهمك. فبقى على موضوع الرصيد وعلى موضوع ان احنا بنحط سحب وايداع. هو احنا جالي في بالي كده اسالك على فكره تطوير العلاقات. يعني انا ممكن اطور علاقتي بحد، وازاي اطور علاقتي بحد لو انا في علاقه مع حد؟ تطوير العلاقه دي ازاي؟ يعني وانت بتقول كلمة رصيد وسحب وإيداع، أنا دايما برضو ببص لها كده على إنها حصالة. يعني العلاقات دي كأنها حصالات موجودة في البيت عندي، كل واحد في حصالة باسمه عندي، وأكيد عنده هو كمان باسمي عنده واحدة. وانت شرحتها يعني بصراحة بشكل عظيم، لأنه هي فعلا الأمور بتمشي كده. انا مش طول الوقت شخص كويس جدا، انا اوقات ببقى مش قادره على التواصل، ومش قادره على ان انا اكون موجوده. فلازم يكون ليا رصيد عشان الوضع يتحمل ده. ونفس الشيء بالنسبه للاخر. نطور علاقتنا بالاخر، هي نفس فكره الحصاله او الرصيد، انه دايما دايما بص على رصيدك عند اللي قدامك، دايما حافظ على الرصيد. الرصيد بيتبني بايه؟ بان احنا يكون في وقت مخصص لينا. العلاقه دي عشان تنمو لازم تكون في وقت بنقضيه سوا، والوقت بنوفره لبعض. وصحيح انا عارفه انه مش ده الوضع الحالي في اغلب العلاقات، الظروف اختلفت، لكن الوقت مهم قوي، عامل الوقت مهم قوي. طب والوقت ده احنا كمان بقى في حاجه ليفل اعلى، مش اي وقت، ده في كواليتي تايم. صح. يعني الوقت اللي هو جودته عاليه، الوقت مخصص بس لينا ان احنا نستفيد من العلاقه او نطورها. الوقت دوت احنا بنعمل حاجه مشتركه احنا الاتنين حابين نعملها او حابين نشترك فيها. بنطور نفسنا، مش بس بنطور العلاقه، ده احنا بنطور نفسنا اثناء العلاقه دي في الوقت ده. في الوقت ده. أوكي. يعني بنطور نفسنا، حاجه بتساعد على نموي ونمو الشخص الاخر. تخيل بقى ان احنا بنجتمع وبنوفر وقت عشان نعمل حاجه زي دي، بنحضر كورس مع بعض، بنتعلم حاجه سوا، بنمارس حاجه رياضه او حاجه احنا ما عملناهاش قبل كده، او تجربه ما عملناش قبل كده. بنتكلم مع بعض يا ستي في اي كلام في ولا حاجه بالظبط مثلا، بس خلاص احنا مفرغين الوقت ده لنفسنا. كل ده بيعلي من جوده العلاقه وبيطور فيها، وبيخلينا بنملى الحصالة أو بنملى الرصيد وبنحافظ عليه. طب احنا ينفع نطور علاقة بحاجات تانية؟ أكيد في حاجات كتير ممكن تتعمل. لما بنجبر بخاطر بعض في أوقات احنا عارفين كويس ان احنا نيد لده أو محتاجين ده بيبقى عامل خطير قوي بيطور العلاقة. لأنه فكرة ان انا شعرت بتقديرك ليا، تقدير الموقف، حسن تقدير الموقف. انا شفتك شايفني كويس، شايفني بوضوح، شايفني زي ما انا.
الفكرة كمان ان انت تحطني اولوية واحطك اولوية، دي نقطة مهمة جدا. اه فطبعا لما يكون في اولوية او حطاك اولوية وانت كمان محطوط بالشكل دوت، ايوه ده بيساعد على تطوير العلاقة جدا، لانه صح انا مش مهم عندي سرعة تطوير العلاقة قد ما يكون في ثبات في الاستمرار او في تطوير العلاقة بشكل ثابت او بخطوات ثابتة. مم. ده كمان بيخلق لي ان هو طب خلاص انا مهم عند فلان، انا عارف اهميتي عنده، حلو وده يساعدني ان انا اطور او ابذل مجهود او استثمر في اه العلاقه دي. حلو حلو فاي حاجه هتعملها عشان تستثمر في العلاقه وتبذل فيها مجهود وقت، ده بيساعد على تطويرها، بيديها ثبات اكتر، وبيزود في الرصيد او في الحصاله اللي احنا قلنا عليها. طيب ايه بقى الحاجات يا وسام اللي ما نستغناش عنها في العلاقه؟ يعني حاجات كده شايف انه لو انت بتبني علاقه قويه مع حد، لا 1 2 3 دول انا ما استغناش عنهم. انت وانت بتقولي كده انا جه في دماغي مشهد لحد بيتخانقوا او خلاص اه بموف اون بيفشكلوا بقى. انا ما اقدرش استغنى عنك، يعني فاهمه ازاي؟ في اه المطلق، يعني انا ما اقدرش استغنى عنك في المطلق. فهو هنا عنده مفهوم ان الشخص ده كله بالنسبه له ما يقدرش يستغنى عنه. امم بس التحديد مهم. امم يعني هو بطبيعه الحال العلاقات زي ما قلنا باختلافها وبانواعها، حتى في طبيعه العلاقه الواحده لو قلنا علاقه زماله، مش كل علاقات الزمالة اللي في العالم كله شبه بعض. كل علاقة زمالة بين اتنين او بين اكتر من اتنين مختلفة عن اللي جنبهم حتى في نفس صحيح. المكتب. فهنا هم بيبقوا اكتر اتنين عندهم الوعي والاستيعاب لفكرة ايه اللي انا ما اقدرش استغنى عنه في العلاقة دي كحالة خاصة، امم خاصة بهذه العلاقة. ودي نقطة مهمة قوي للناس انها تاخد بالها ومفيدة جدا. هو ايه اللي انا ما اقدرش استغنى عنه في هذه العلاقة بتحديد؟ واخد بالك؟ طيب بصفة عامة اللي في الاغلب احنا معظمنا بيدور على ده، وهو ده لو بيفسر تفسيرات تانية او بيعبر بتعبيرات تانية هتلاقي اخرها او الجذور بتاعتها الحاجات اللي احنا ممكن نقولها دلوقتي. فكرة التقدير حاجة ما نقدرش نستغنى عنها في العلاقة، ان الطرفين يحسوا كل طرف بالتقدير من الطرف التاني. حاجة تانية كمان فكرة الشعور بذاتي، انا لاقي نفسي في العلاقة دي. يعني انا حلو قوي موجود دي. كطرف في امم العلاقة، لاقي نفسي بأي نوع من الانواع وبأي شكل من الاشكال. لاقي نفسي لما بقول حاجة انت بتبقى ممتن ومبسوط ومش عارف ايه. لاقي نفسي ان انا الطرف التاني عامل حسابي مثلا في حاجة. على فكرة مهما كانت في ابسط الامور، فكرة اني لاقي نفسي، يبقى تقدير ان انا لاقي نفسي. الاحترام كمان، فكرة ان كل طرف بيحترم التاني بمختلف المعاني. برضو دي طبعا. فكرة الاحترام. كل واحد ليه معنى للاحترام عن غيره، واخد بالك؟ فاعتقد كده ان فكرة التقدير، فكرة الشعور بذاتي ان انا الاقي نفسي في العلاقة دي، فكرة الاحترام، دي حاجات ممكن تبقى اساسية واعتقد انها مفيدة جدا في فكرة ان انا دي ما اقدرش استغنى عنها في العلاقة. وده يوديني لحاجة تانية. لو فكرة بقى العلاقات المريحة، ايه شكل الاريح علاقة ممكن تبقى موجودة بين طرفين؟ احنا كتير يبقى قوي بيبقى سعينا اصلا ان احنا نلاقي علاقات مريحه. يعني انا اكتر علاقه مريحه بالنسبه لي هي العلاقه اللي مش محتاجه ابرر فيها. اوكي. ما تحطنيش في السيتويشن ان انا ابرر لك حاجه. امم يعني انت كده شخص مريح بالنسبه لي، وانا علاقتنا يعني ضمان في جرانتي كده انها مكمله معانا. آم، فكره ان انا اتحط في سيتويشن انه اقعد ابرر ليك حاجه، المفروض ان علاقتنا بالقرب يعني بالقرب اللي يسمح بانك تكون فاهم ده من غير ما ابرره. يعني لا، موضوع اوكي. يخليني ارجع ستيب باكورد، لا ما مش مكاني هنا، ده او منال. ده منال. ده منال. ولما يعني تعاملت مع ناس كتير او اتكلمت مع ناس كتير في حتة العلاقات، لقيت انه اغلب الناس عندها مشكلة في الموضوع ده. اوكي. انه ما هو انا المفروض انه فاهم، ما هو المفروض ان اللي قدامي عارف او عارفني. ب ب لان التبرير بيدخل شوية في حتة انه
ده كمان مفيش تقدير، ده كمان مفيش معرفه بيا او ثقه فيا. اوكي. فبيدخل في معاني كتير قوي وفاليوز كتير، والقيم دي فعلا بتختلف من شخص لاخر. ده مش فاهمني كل ده ومش ده فاهمني كل ده لسه. مش فاهمني، ده ازاي اوكي. يتوقع مني ان انا ازاي يفكر فيا كده؟ يعني دخلنا بقى في حته افكار. كل واحد حسب قيمه فعلا اه الشخصيه. صح. يعني كل واحد بيبص لها بمنظوره، بس في الاخر بيجتمع الناس او الغالبيه اللي انا اتعاملت معاهم في حته انه ما تحطنيش في موقف ان انا ابرر لك، ما تضغطش عليا. ودي تيجي نقطه تانية، العلاقه اللي فيها ضغط نفسي، اللي فيها ايوه. دايما محطوطين في مواقف ضغطه وانت سايب اللي قدامك يتضغط، انا بشوف برضو ان دي علاقه مش مريحه. كمان العلاقات بقى اللي يعني انا هديك مثال على موضوع الضغط ده افتكرته دلوقتي. فكره ان انا مثلا بقالي فتره ما كلمتش حد واكلمه، فاول حاجه انا اللي متكلماه، فاول حاجه يقولها لي اول ما انت ما بتساليش، انت ما تعرفيش حد، انت خلاص يعني من كتر ما انت مشغوله. السيتويشن ده لو بنعمل حصل كتير في بعض كده. بس السيتويشن ده لو حصل بشكل كان فعلا بيتكلم بجد مش هزار يعني حتى اوكي. وحصل بشكل متكرر، غالبا انا مش هطلب الشخص ده تاني من بابه. لانه ببساطه يعني احنا عارفين مكانة بعض، وفي حصالة اتفقنا وفي رصيد صح. مكانة بعض عند بعض. فالاولى انك بدل ما تلومني على عدم اتصالي انك تسالني انت يعني اخبارك ايه فين الفتره اللي فاتت دي؟ ايه اللي حصل كويسة. معاك؟ انت اكيد كنت مشغوله في حاجه. اوكي. او على العكس كمان، في نوع من لطيف قوي بيعمل حاجه لذيذه قوي، والله انت فيك الخير، انت بتسالي عليا اوكي. لان انا اللي متصله فعلا. صح. تخيل بقى جلد الذات اللي الواحد بيتعرض له بلا هدف، يعني بلا هدف. طب مش يعني انا اسف معلش، مش لازم يبقى، ممكن يكون من عشمه بيقول كده ولا ايه؟ ما احنا ما فهمناش بعض. هرجع لك للنقطه الاولانيه. ما انا محتاجه ابرر، يعني انت بتسالني ومستني رد. فهمت. انت مش بتهزر معايا مثلا فبتقول لي كده وبننكش بعض في اول المكالمه، لا. انت مستني مني رد، مستني مني تبرير. وهي دي المشكله، انه انت حطيتني كده في سيتويشن ان انا بقيت حد تاني، مش ان احنا في رصيد بقى واحنا عارفين بعض، ان انا اكيد ما بتصلش لان في حاجه فعلا شغلتني، او في حاجه فعلا كنت ممكن مشكله عندي او الفكره بقى كمان انه لما باجي اقول ان العلاقه مريحه، it means ان احنا الاتنين في تبادل في ده. اوكي. ما انا ممكن اكون انا مرتاحه بس اللي قدامي مش مرتاح. صح. مفيش توافق اصلا. أيوة يعني صح. احنا عندنا مشكله، هو انا الوضع مريح هو مش مرتاح. انا دي برضو مش علاقه مريحه. انت مش تمام. يعني يعني لازم تكون مريحه للطرفين. لازم يكونوا اتفقوا على صياغه غير مكتوبه وممكن كمان غير معلنه، انه هي دي صياغه العلاقه بتاعتنا، ودي اريح وضع لينا احنا الاثنين. وانس ان ده حصل، انا بضمن لك ان العلاقه دي هتبقى مريحه وكمان هتكمل قدام شويه. طب انا جالي حاجه على الكلمه دي. انت بتقولي يكون في صياغه ممكن تبقى مش مكتوبه واحنا الاثنين متفقين عليها. ممكن حد بيشوفنا دلوقتي ولا بيسمعنا يقول هو انا هقعد بقى في علاقه ولا داخل في علاقه وهنقعد احنا الاثنين ونتفق على صياغه ونعمل عقد هتعاملني ازاي وعاملك ازاي ولو حصل ايه ونحط شرط جزائي والقصه دي. ده انا ممكن جه في بالي ان ممكن حد يقول كده. ايه رايك انت في لو هتردي على حد سال السؤال ده او علق على الكلمه اللي انت بتقوليها؟ اصلها حلوه قوي على فكره، يعني انا مقتنع بيها. بس عايزين نقول هي بتمشي ازاي فكره ان في صيغه. هي دي الصياغه بتاعت العقد اللي ما بيتكتبش وما بيتقالش. يعني هي فعلا صياغه، عارف لما اكون واصل لدرجه، وخصوصا العلاقات فعلا القريبه قوي، واصل لدرجه انه خلاص انا وانت فاهمين بعض وفاهمين احنا عايزين ايه من العلاقه، وزي ما قلنا قبل كده خلاص كل واحد عارف احتياجاته. فهي فعلا العلاقه دي بتحقق النيدز او الاحتياجات بتاعتي منها، ونفس الشيء بالنسبه لك. احنا اتفقنا على صياغه كمان للحاجات اللي ممكن تبوظ العلاقه او تفك فيها صمويل او تضعفها او تخلي حد فينا مش قوي. هنا ده مش لازم نقعد نكتب ولا لازم نقعد نتفق ولا لازم، ده حاجه بتيجي مع الوقت اللي احنا اتكلمنا عنه، اللي هو الوقت اللي احنا بنقضيه سوا، بنفهم بعض اكتر، بنقدر نحدد ايه الحاجات اللي بتريحنا في التعامل. وساعات بنوصل كمان لارضيه وسط، يعني ممكن زي ما قلت لك اللي مريحني مش مريحك، فنقرب شويه. صح. اجي على نفسي شويه وانت كمان، ونبتدي نبقى في اريا كده بتريحنا احنا الاثنين، بدل ما واحد يبقى مرتاح والتاني مش مبسوط. الصياغه دي فكره التواصل، يعني احنا بنبقى في علاقه ومش متواصلين. انت صحيح. متخيله الفكره؟ صحيح. فيعني مهم جدا ومفيد قوي ان الناس
نتكلم مع بعض. ما هو انا مش هفهم اللي قدامي لوحدي، ولو فهمته هفهمه على دماغي انا. واسال. فليه بالظبط بالظبط، كده؟ ليه ما التواصل واسال. نتكلمش؟ يعني اسال الحاجات اللي انا ما بفهمش. أصل النفس البشريه مش سهله قوي ومفسره، هي فيها حاجات كتير معقده، فبالتالي ما فيش مانع خالص ان انا اسال. بالعكس، حتى ساعات الاسئله دي يعني بتبسط الشخص اللي صح سالته. صح. هو انا مبسوطه والله ان انت اولا مهتم، ثانيا لما سالتني انا نفسي بعرف حاجات عن نفسي. واي نوت؟ يعني ليه الحاجه مقفوله على انه هو انا كده واللي عاجبه لا. وخصوصا ان احنا دايما الناس بتهاجم فكره انه انتوا دايما بتقولوا للناس ما تتغيروش، خليكوا زي ما انتوا. طب ما انتوا مش عادلين ومش كويسين عشان ما بتتغيروش. دايما بسمع الكومنت ده. لا لا لا، الفكره كلها انه يعني اتغير عشان انت شفت لما اتكلمت وتواصلت وشفت من حد قريب عين شخص بيحبك، شفت ان في حاجه ممكن لو اتعدلت او لو اتغيرت شويه هتبقى انت احسن لنفسك اوكي. اولا، وللي حواليك القريبين اللي صح يستاهلوا ده. صح. ده تغيير يعني كويس. لكن التغيير اللي دايما بنتكلم عليه هو فكره انا بتغير عشان فلان، انا بتغير عشان اعجب فلان. هي دي المشكله. لان انت فجاه بتلاقي نفسك في الصحراء، فلان في الاول عجبه التغيير وبعد كده خلاص، فانت بقيت نفسك حد تاني مم. متغير بشكل انت ما كنتش مرتاح فيه اصلا، هي دي. بس انت ارتحت فيه بس عشان عجب فلان. صح. هو ده التغيير اللي احنا بنقول اللي احنا لا ضده. لكن التغيير اللي انا بيحسني وبيطورني زي ما قلنا في الاول، اني اطور نفسي او اطور العلاقه عن طريق التغيير ده، واي نوت؟ ليه لا؟ بالعكس. طيب بما اننا برضو ماشيين في الكلام عن الموضوع ده، ايه هي بقى العلامات يا وسام اللي لما بلاقيها في علاقه بقول العلاقه دي مش هتنجح او مش هتكمل او غالبا مش هتستمر لشويه قدام؟ ايه الحاجه كده، الحاجات اللي بنشوفها كده نقول ايه يعني ما كانت واضحه ايوه كنا شايفينها. انت وانت بتسالي السؤال ده انا شفت قدامي كده سؤال في امتحان، اذكر علامات عدم استمراريه العلاقه. يعني واخده بالك؟ وواحد اتنين تلاته بقى نقعد نسرد بقى. ايوه خلاص. يعني انا بالنسبه لي قولا واحدا نتيجه القياس. شوفي هتقولي بقى علامات كتير وكل حد يقعد يعمل ليست كده بالعلامات. قناعاتي انها نتيجه القياس. ايه هي نتيجه القياس؟ يعني ايه الكلام يعني ده؟ ايه؟ مفيش حاجه تقدري توصلي لها غير لما تكون متقاسه اصلا. صحيح. يعني على سبيل المثال، لو انا بسيط جدا عايز اعمل رجيم وعايز اعمل دايت مهم ابقى عارف انا وزني كام وعايز اوصل لوزن كام، وكل فتره بقيس وبطلع على الميزان وبشوف انا دلوقتي ماشي في تراك تحقيق النتيجه اللي انا عايزها دي وفي تحقيق الهدف ولا لا. ليه؟ عشان القياس ده بيخليني دايما اعمل مراجعه. والله انا نزلت كيلو 2 كيلو كده، بعد كده زدت نص كيلو، الله لا في حاجه حصلت مش مظبوطه، زودت في الاكل، كلت حاجه تانية ما التزمتش مش عارف بايه، فيخليني ارجع تاني اظبط نفسي وامشي على التراك. صحيح. ده كده ببساطه مفهوم القياس. فمهم قوي بقى فكره ان في العلاقات كل طرف زي ما قلنا في الاول انت تبقى عارف ايه الهدف من العلاقه دي، والهدف ده هو النتيجه اللي انت عايز توصل لها. فتقيس كل فتره انت فين من النتيجه دي. يعني احنا مثال بسيط جدا، زملاء في الشغل وبنتعرض دايما ان احنا مثلا مع بعض خدنا تاسك معينه، التاسك دي مدتها 3 شهور مثلا ولازم نعمله الحاجات دي مع بعض ومتقسمه بينا واحنا الاثنين بنعمل والكلام ده كله. اوكي، فدي ده كده دلوقتي العلاقه البسيطه دي النتيجه بتاعتها او ده الهدف بتاعها، ان احنا نسلم المشروع ده بعد 3 شهور وماشيين في الموضوع ده، احنا شركاء واحنا بنشتغل فيه. طيب بعد اسبوعين 3 انا مهم اقيس احنا واصلين لفين في المشروع ده، كام في المية مثلا من برافو عليكي، ومين فينا بيعمل اللي عليه. صحيح. لانه لو انا بعمل اللي عليا وخلصت الجزء اللي عليا ده والطرف التاني اللي معايا ما خلصش حاجه، احنا مش هنخلص المشروع اصلا. واخده بالك ازاي؟ صحيح. فقيسي ده بقى على كل حاجه. ان انا اشوف النتيجه بتاعتي من العلاقه دي او الهدف من العلاقه دي وابقى عامل قياس. صحيح الدنيا مش بالورقه والقلم زي ما احنا بنقول، ومش كل حاجه. انا مره جالي سؤال، طب وانا هقيس علاقه مع حد بحبه ولا ايه؟ يعني ايه اقيس علاقه ونقعد بقى انا عايز كذا؟ الموضوع بسيط. يعني شوف انت التراك اللي انت ماشي فيه ده موديك للي انت عايزه ولا لا، ببساطه. وهنا انت لما هتشوف ده ساعتها نتيجه القياس دي اللي انت هتعملها كل فتره، انت هتبقى واعي الاول انت فين دلوقتي من العلاقه دي، ومش هتتفاجئ مره واحده
ان العلاقه دي بتبوظ وانت مش عارف الاسباب، لانك اوريدي انحرفت عن التراك بتاع العلاقه من زمان وانت مش واخد بالك، وفضلتوا ماشيين في العلاقه في طريق تاني مم. خالص غير الطريق اللي انتوا الطبيعي كنتوا تمشوا فيه او متفقين عليه او هو ده الهدف بتاعكم، وانحرفتوا بقى عن الطريق ده وفي الاخر وصلتوا لنتيجه تانية خالص. ترجع تقول هو ايه اللي حصل وايه؟ طب ما من البدايه بقى خالص